الأهلي يضرب ولا يرحم. بيراميدز مهدد بالهبوط أو بالإغلاق، والزمالك مهدد بالحرمان من إفريقيا. للأسف بعد الموقف السيء جدا من نادي الزمالك ونادي بيراميدز مع بعض في إعلان الحرب على النادي الأهلي عيني عينك، خلاص النادي الأهلي بريء 100% من كل تصرفاته في المرحلة المقبلة. بعيدا عن أزمة مباراة الأهلي والزمالك وقرار اعتبار الأهلي خاسرا 3-0 القرار الظالم، إدارة الأهلي رفعت عن نفسها الحرج. خلاص دخول الأهلي في حرب مباشرة مع الزمالك أو مع بيراميدز بعد سنوات طويلة من التحفظ ومن الأدب ومن الترفع، أول حاجة هيعملها النادي الأهلي خلاص في المرحلة المقبلة إنه يضرب بلا رحمة. أول حاجة هيفتحها النادي الأهلي ملف اللعب المالي النظيف لبيراميدز. ملف لما هيوصل للفيفا إن شاء الله ويوصل للكاف إن شاء الله من مصدر رسمي اللي هو من النادي الأهلي، هيفحص بمنتهى الدقة، وساعتها هيكتشفوا إن نادي بيراميدز هو أكبر نادي في العالم لا يحترم مبادئ اللعب النظيف.